وحول هذا الملف ينضم إلينا من باريس رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط سلمان الدوسري. أهلا بك سي سلمان. كما ينضم إلينا من الرياض الدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي. أهلا بك أيضا دكتور شهري. أرحب بكما. أبدأ طبعا مع باريس والأستاذ سلمان الدوسري رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط لأسألك اليوم زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى خلالها بالرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي في يعني أيضا انتظار استكمال باقي اللقاءات والمشاورات. تم توقيع اليوم 10 اتفاقيات وصفت بالاستراتيجية بلغ قيمتها 12 مليار دولار. كيف باستطاعتنا اليوم ترتيب هذه الاتفاقيات من حيث الأهمية؟ دعينا أولا أوضح الاتفاقيات التي وقعت اليوم اتفاقيات نوعية من الاتفاقيات التي يتم تنفيذها ولا تكون حبرا على الورق، وتتوج الشراكة الاقتصادية التي تبحث عنها المملكة العربية السعودية مع شريك اقتصادي مثل فرنسا ليصل إلى التكامل الاقتصادي. نحن نعرف أنه منذ تولي الملك سلمان كانت هناك سياسة سعودية تنتجه توثيق التحالفات القائمة مع الدول الكبرى، بالإضافة إلى أيضا توسيع دائرة التحالفات كما حدث في الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى روسيا الأسبوع الماضي. فيما يتعلق بالاتفاقات اليوم، نحن نعرف أنه يعني ليس سرا إذا قلنا أن المواقف الدبلوماسية الفرنسية تتقارب كثيرا مع الدبلوماسية السعودية، وخاصة في القضايا الرئيسية في الاتفاق النووي. ربما كانت باريس هي تمثل وجهة النظر الخليجية بالنسبة لموقفها متشدد مع الملف النووي الإيراني مقارنة بالدول الخمس الأخرى في الأزمة السورية، حتى في اليمن، في التعامل مع الإرهاب. كل هذه الدبلوماسية الفرنسية كانت قريبة جدا منها، ولذلك أنا أعتقد أن توقيع الاتفاقيات هو انعكاس أيضا للمواقف السياسية المتقاربة والتحالف التاريخي بين الدولتين. وهذا التحالف ليس اليوم وغدا. العلاقات يعني عهد الملك سلمان يعتمد إذا كانت علاقتي مع دولة مثل فرنسا وثيقة، ما الذي يمنع أن نحولها إلى علاقة استراتيجية؟ وهو ما تسعى له وتم تتويجه بالاتفاقيات اللي تم توقيعها اليوم. صحيح. يعني أستاذ سلمان، أنت كما ذكرت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا هي علاقات تاريخية وعلاقات وطيدة، ولكن الزيارة الحالية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اكتسبت طابع مميز للغاية بتوقيع هذه الاتفاقيات. هل توافق على هذا الطرح وعلى هذا الرأي؟ هو بالتأكيد، وأيضا يجب أن ننظر لها من جهة أخرى. هي رسالة سياسية تبعث بها الرياض إلى باريس أنه العلاقات المتميزة والمواقف الفرنسية الرياض لا تعتبرها في خانة المضمون، وبالتالي تضعها على الهامش باعتبارها عاملا عنصرا مضمونا وتم التأكد منها. هذا لا، في النهاية الشراكة الاقتصادية أنا أقوم بها مع الدول التي تتحالف معي وتتقارب في مواقفها السياسية، ولا أظن هناك دولة في أوروبا موقفها السياسي يتقارب مع السعودية مثل فرنسا. فلذلك هذه الاتفاقيات هي انعكاس حقيقي، ولذلك طبعا لا يمكن أن أيضا حتى نعزل زيارة الملك سلمان عندما كان ولي العهد في سبتمبر الماضي إلى باريس، والترحيب الكبير من قبل الرئيس الفرنسي والذي استقبله كاستقبال رؤساء الدول، وكذلك الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرياض في ديسمبر الماضي وقبل 3 أشهر، المشاركة في القمة التشاورية الخليجية، وكانت أول مرة يحضر رئيس دولة إلى ويشارك دول الخليج هذه القمة. كل هذه تبين الموقف الفرنسي والثقل الفرنسي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. لذلك هذه الزيارة أتت يعني بحفاوتها وبالاتفاقيات اللي وقعت اليوم لتعكس واقعا حقيقيا للعلاقات السياسية بين باريس والرياض، وفي نفس الوقت تؤكد وجهة النظر السعودية للالتزام بمثل هؤلاء الحلفاء التاريخيين الكبار. سأعود إليك لمزيد من التفصيل حول هذه الاتفاقيات، ولكن أنتقل الآن إلى الرياض مع الدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي لأسألك عن قراءتك لهذه الزيارة التاريخية لولي العهد أو الاستراتيجية إلى فرنسا. أهلا وسهلا بك أستاذ ريما، وارحب بك وارحب بالأستاذ سلمان، وكما ارحب مشاهدي القناة العربية. طبعا تعرفين عزيزتي انه يعني المملكة العربية السعودية هي عضو فعال في المجتمع الدولي وعضو
فاعل كذلك. فلذلك المملكة العربية السعودية بما تصوغها اليوم لن نقول فقط بتفاهمات أو اتفاقات، إنما هي شراكات وتحالفات استراتيجية للمستقبل. تريد أن ترى في هذه الدول، ترى في هذه الأخطار التي تحيق بنا في منطقتنا والتي أطلت برأسها من إرهاب وغيرها وتدخلات إقليمية في المنطقة، أن تتقاسم معها هذه الهموم وأن ترى هذه الرؤية في حل هذه الإشكاليات الموجودة اليوم على يعني الإقليم الموجودة والتي تهدد أمن بلدان العربية والإسلامية. لذلك المملكة العربية السعودية لو رأينا مثل فرنسا، طبعا الأستاذ سلمان تحدث بشكل تفصيلي عن الاقتصادي وعن وضعها بشكل عام، لكنه أيضا أنا أريد أن أركز فقط على موضوع يعني أنه كما رأينا هذه زيارات مثلا إلى روسيا ثم بعدها أتت إلى فرنسا في غضون أسابيع، وكما ذكر الأستاذ سلمان أيضا أنه الملك سلمان عندما كان وليا للعهد زيارته تلك كانت هي الأساس لمثل هذه العلاقات الاستراتيجية في الواقع ووصولا إلى ما وصلت إليه اليوم. بل أنه حتى الرئيس هولاند دعي للقمة التشاورية الخليجية، كان هناك نوع من التطابق، وكان هذا تمييزا للسيد هولاند أن يكون حاضرا في تلك القمة. يبدو وكذلك أن هناك تعرفين كثير من تطابق وجهة النظر مع فرنسا باريس، مع إن تحدثنا عن الملف الفلسطيني وتعرفين ما عملته في ذلك يعني المشروع الذي قدمته فرنسا لمجلس الأمن ليكون هناك دولة فلسطينية. طبعا يعني وجه عراقيل، لكنه كانت موجودة وحاضرة بثقلها. أيضا في الموضوع السوري فرنسا متفقة اتفاق كبير مع المملكة العربية السعودية، بل أن السيد هولاند كان متحمس بتوجيه الضربة لولا خذلان الطرف الأمريكي، وكانت فرنسا في الواقع هي من أوائل من اعترف بالجيش الحر. وترى ما تراها المملكة العربية السعودية أنه لا مستقبل لبشار الأسد في مستقبل سوريا، في سوريا الجديدة إن شاء الله. فيعني كثير من هذه الملفات نعم سأتحدث باستفاضة عن هذه الملفات دكتور حمدان، ولكن أريد أن أسأل يعني بعد زيارة لولي العهد التي وصفت بالتاريخية إلى روسيا وتم خلالها أيضا التوقيع على عدة عقود من الاتفاقيات والاستثمارات، اليوم تأتي هذه الزيارة إلى فرنسا أيضا باستثمارات جديدة، ما الذي أضفت؟ أضافت يعني عمق العلاقات وصدق العلاقات، وأن المملكة العربية السعودية الآن ستضع بيضها في السلة التي ستكون مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأخطار بكل صراحة. المملكة العربية السعودية اليوم يعني هي مملكة الحزم، هي تفاعلت مع ما يحدث من أحداث إقليمية، هي تقيس ما تقدمه لها هذه الدول الحليفة. إذا كانت تقدم ما يخدم أمن ومصلحة المملكة العربية السعودية وأمن الإقليم ستكون قريبة منه المملكة العربية السعودية، ومن ترى لا يخدم ذلك لن تكون المملكة العربية السعودية ستضع كما ذكرنا بيضها في سلته ولن تتقارب بشكل كبير، لأن ذلك لم يعد يخدمنا. تلك العلاقات يعني نسميها يعني المجاملات لم تعد هي الآن ما يحكم الواقع، لأن الواقع لن يحتاج إلى حزم ويحتاج إلى مواجهة حقيقية ونظرة مستقبلية ثاقبة. فلذلك وجود الملك سلمان حفظه الله وأولياء عهده يعني الشباب كل ذلك يعطي للمرحلة القادمة في المملكة العربية السعودية زخم، وهناك علاقات نرى زيارات يعني لا تكاد تنفك، وأنا لا أستغرب أن يكون هناك زيارات حتى بعد هذه الزيارة إلى فرنسا. نعم. لأن كل ذلك تطوير لعلاقات المملكة العربية السعودية، ويكون هناك تحالفات أكبر، ويكون هناك عمل يخدم الأمن المنطقة وإقليمها. نعم. طب أتحول من جديد إلى أستاذ سلمان الدوسري لأسألك، يعني هل يمكن القول بأن زيارتي روسيا وفرنسا فتحتا الباب أمام السياسة السعودية التي تقوم على تنويع التحالفات والاستثمارات؟ نذكر أيضا أن السياسة السعودية أيضا كانت من السابق علاقاتها متوازنة مع كثير من دول العالم وخاصة الدول الكبرى. في المرحلة الجديدة في العهد الجديد هناك توثيق لعرى هذه التحالفات. نحن نعرف أن الدول الكبرى أيضا يعني على سبيل المثال في فرنسا الأوساط الفرنسية تتحدث عن معضلتين أساسيتين أمام الحكومة الفرنسية، الأولى هي زيادة التنمية الاقتصادية، والأمر الثاني تخفيض نسبة البطالة. هم ينظرون إلى
إلى دولة مثل السعودية يريدون أن يكون هناك تكامل اقتصادي، شراكة اقتصادية، ولكن نتحدث بصراحة أيضا السعودية لم تعد تتعامل بسياسة الشيك المفتوح أو الشيك على بياض. هناك يجب أن يستفيد الطرفين من هذه الشراكة الاقتصادية. هناك خبرات فنية عالية لدى الفرنسيين من الإمكان استفادة منها من السعودية، طالما أن لديك سلعة معينة متميزة لا أجد لها مقابل في مكان آخر، بالتأكيد السعودية ستفضل الحليف الفرنسي وهذه ستعزز من العلاقات. لذلك هي فائدة للطرفين. مثل هذه الاتفاقيات السياسة تنعكس على الاقتصاد في مثل هذه الحالات. أنا أظن أن الفرنسيين يعون جيدا ويحترمون الرغبة السعودية في انعكاس الحالة السياسية على الحالة الاقتصادية، ولكن كما ذكرت لك بشرط استفادة جميع الأطراف من هذه الاتفاقيات. لا يوجد طرف رابح وطرف خاسر، لا يوجد مبالغ مالية دون مقابل، لا يوجد شيء مجاني. على كل الأحوال هي الاقتصاد من ضمن السياسي وأنت تعلم هذا الأمر أستاذ سلمان. أريد أن أتحدث هنا بأن وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل الجبير قال في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الاتفاقيات تمت مباشرة بين المملكة العربية السعودية وبين فرنسا بدون وسطاء. ما المقصود هنا بدون وسطاء؟ وهل هي المرة الأولى التي تتم فيها هذه الاتفاقات بهذه الطريقة؟ ربما يقصد الوزير السعودي أن الاتفاقيات تمت مباشرة وبدون اللجوء إلى ما يشبه اللجان التي قد تأخذ وقتا طويلا في تكوين مثل هذه الاتفاقيات، فكانت في وقت سريع وقصير وتم اعتمادها قبيل الزيارة بفترة قصيرة لأن الطرفان راغبان في تنويع هذه الاتفاقيات. ربما هذا كان ما يقصده هو بالفعل. يعني لو نظرنا إلى نوعية الاتفاقيات التي جرت اليوم نجد أنها اتفاقيات قابلة للتطبيق. ولو نظرنا حتى لدراسة المشروعين أو المفاعلين النوويين التي من الممكن أن تبنيهما فرنسا للسعودية، نجد أن السعودية تريد أن تستفيد من فرنسا التي تعتبر أفضل دولة في العالم فيما يخص إنشاء المفاعلات النووية التي تزود الطاقة الكهربائية، وهو ما تحتاجه السعودية. ربما يكون هناك أيضا تعاون أكبر في المرحلة القادمة، ولكن أعتقد أن الاتفاقيات اللي وقعت اليوم ستشهد ربما مزيدا من تحسين العلاقات في المرحلة المقبلة. طيب أعود إلى الرياض مع الدكتور حمدان الشهري لأسألك إلى جانب العلاقات الثنائية التاريخية والمعروفة أصلا وهذه الاتفاقيات الاقتصادية، ولكن هناك ملفات إقليمية مثل سوريا، لبنان، العراق، اليمن، ليبيا، والملف النووي الإيراني أيضا. برأيك ما هي أوجه التقارب بين سياستي البلدين في هذه الملفات؟ نعم أحسنتي، خصوصا تحدثنا قبل قليل عن الملف السوري والملف الفلسطيني، نتحدث الآن عن الملف النووي. تعرفين يعني فرنسا هي في الدول 5+1، هي دولة فعالة، هي دولة في الواقع حذرة في من يعني توقيع مع إيران الانتهاء من هذا الملف، لأنه في الواقع نرى فقط من الولايات المتحدة يعني هرولة غير طبيعية، يعني وكأنه يراد تحقيق عمل لصالح يجير لصالح الرئيس أوباما. فلذلك فرنسا هي تتقارب مع الرياض في مثل هذا الملف وفي خطورته، ويجب أن تكون المحادثات فيه شفافة، ويجب أن تكون يعني على شكل أو على قدر كبير من أن لا يكون فيها خداع ولا يكون فيها مواربة، وأن لا تحصل إيران على ما تريده بدون أن تقدم ضمانات فيما يخص هذا الملف. فلذلك تفاهم السعودية وباريس في مثل هذا الملف هو تفاهم كبير وتفاهم واضح وصريح، وهذا ما يطمنا في التعامل مع باريس فيما يخص هذا الملف. طبعا الملف اليمني تعرفين أيضا هي قلق، يعني ما يحصل في اليمن، ما يحصل في ليبيا، عفوا في سوريا وفي غيرها، كل ذلك هو بتداعي إيراني. يعني صحيح. الملف النووي هو ذات علاقة بما يحصل بكل التدخلات الموجودة. إذن تعرفين المملكة العربية السعودية هي في الواقع تقدم للعالم وتقدم للمنطقة عمل كبير، يعني هي حاربت الإرهاب فكريا، تقريبا أصبح الفكر الإرهابي مكشوف. لكن ما يحصل اليوم من خلط الأوراق وخصوصا الأوراق السياسية، يعني نرى تمدد لهذه الميليشيات، هذا قد ما يعطي يعني تبرير، ويعني لا أريد أن أقول تبرير، ولكن بعض الأحيان يجعل الأمور أو الأوراق مختلطة، فيجعل خروج في مواجهة مثل هذه الميليشيات المتطرفة.
فينشأ تطرف مقابل هذا التطرف، على الرغم من أنه أصبح فكر هذا الفكر الإرهابي مكشوف ومفضوح، ولكن تبقى الأمور السياسية مختلطة. فلذلك فرنسا هي ترى ذلك مع المملكة العربية السعودية، أنه مثل هذه الميليشيات على الأرض والمشاكل التي تغذيها إيران يجب أن لا تكون. فلذلك هي في الملف اليمني تقف مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف ضد ذلك. بل أن حتى الرئيس هولاند عندما كان في الرياض موجودا في قمة تشاورية كان يقول أمن دول الخليج من أمن فرنسا، يعني أن هناك نظرة في حماية دول الخليج ليس فقط يعني بالكلام، ولكن قد يصل إلى أن تشارك فرنسا في حماية أمن الخليج. لذلك هي رؤيتها تكاد نقول هي دولة حتى الآن نراها غربية متطابقة بشكل كبير مع رؤى المنطقة. فلذلك فرنسا يعني في الواقع هي يعني نستطيع أن نسميها هي حليف واضح وصريح لهذه المنطقة. لذلك يعني أن يكون هناك تحالف على شكل أو على مدى أكبر، وأن يكون هناك في مستقبل واعد ما بين المملكة العربية السعودية وبين فرنسا لا غرابة فيه، لأنه في الواقع نرى هذه المواقف الفرنسية ستساعد في إعادة الأمن وستساعد سياسيا في إرساء السلام، لأنه هي ضد من يثير هذه المشاكل في المنطقة، وخصوصا ونتحدث بكل صراحة التي وراءها تقف إيران. طيب أعود من جديد إلى الأستاذ سلمان الدوسري لأسألك أستاذ سلمان، عندما نتحدث عن هذه الملفات الساخنة في المنطقة لابد طبعا وكما تفضل الدكتور حمدان الشهري أن نتحدث عن موضوع الإرهاب. يعني أي صيغة ممكن التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، خاصة وأن البلدين يعني انكويا بنار الإرهاب حقيقة؟ أنا أظن أن هناك تطابق في النظرة السعودية الفرنسية فيما يتعلق بالتعامل مع الإرهاب. يعني باريس والرياض ينظران إلى أن الإرهاب ليس محصورا بمنطقة معينة، بمعنى أنه عندما يكون الإرهاب في اليمن لا يمكن لدولة أوروبية أن تقول أن هذا الإرهاب بعيدا عن مناطقه، عندما يكون الإرهاب في ليبيا لا يمكن الرياض أن تقول أن هذا الإرهاب بعيدا. الإرهاب الآن لم يعد محصورا في منطقة معينة. النظرة من البداية، ربما لو عدنا إلى المواقف السعودية والفرنسية منذ البداية عندما اندلعت الثورة السورية في بداية 2011، نرى أنها كانت تحذر دائما من أن تكون هذه المنطقة منطقة نشوء لجماعات إرهابية لا يمكن حساب خطرها فيما بعد، وهذا ما تحقق للأسف. نقول للأسف أنه ما تحقق، ولكن العالم لم يستمع لهذه الرؤية منذ البداية، فأصبح الإرهاب منبعه ينبع من سوريا ومن العراق، والسبب طبعا في النهاية هو نظام بشار الأسد الذي تخاذل المجتمع الدولي على القضاء على هذا النظام. فأنا أعتقد أنه لا يوجد هناك اختلاف بل هناك تطابق في النظرة إلى الإرهاب والجماعات الإرهابية وكيفية التعاطي معها. يبقى الآن فقط فيما يتعلق كيف يتم تكوين هذه النظرة إلى مشروع على الأرض فيما يتعلق فيما الجماعات الإرهابية المندلعة من سواء من سوريا أو من العراق. ربما هذا يحتاج لا يكفي للسعودية وفرنسا وحدهما، ولكن يحتاج إلى جهد دولي رأيناه في التحالف الدولي ضد الإرهاب، ولكن ربما التحالف الدولي الإرهاب يعني قطع مسافة معينة ثم تراجع قليلا وتباطأ بعدها. أنا أعتقد أن موضوع محاصرة الإرهاب لا يكفي أن تتطابق النظرتين السعودية والفرنسية، ولكنها تحتاج هي إلى يعني إلى تعاطي دولي على محمل الجد أكثر مما نراه حاليا. طيب اليوم فرنسا تقول أو تعول كثيرا على هذه الزيارة لتطوير العلاقات بين البلدين. يعني هل فرنسا تتطلع إلى المزيد برأيك من الاستثمارات، من التعاونات السياسية وكما ذكرنا الاقتصادية؟ يعني هو أمر طبيعي أنه في النهاية فرنسا تنظر إلى السعودية كدولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي وتريد أن يكون لها حصة من هذه المشاريع، وأنا أعتقد أنها نظرة مشروعة. يعني هي كدولة حليفة تنظر إلى المشاريع في السعودية، تريد أن تقتطع حصة منها، تريد أن تنعش اقتصادها، هذا أمر يحق لها. وأيضا في السعودية في النهاية من حقها أن تنظر إلى هذه الدول على مستوى علاقاتها معها، وفي النهاية تتعاطى معها بحسب العلاقات
العلاقات السياسية. النظرة الفرنسية ربما الفرنسيين نظرتهم ويتطلعون إلى السعودية أكثر مما حدث في المراحل السابقة. قد يكون الاتفاقيات العشر التي تم توقيعها اليوم ربما ترضي بعض العتب الفرنسي إذا صح التعبير، ليس على السعودية فقط ولكن على العلاقات مع دول الخليج. الأوساط الفرنسية تتحدث أنها لا زالت تنتظر من الخليجيين الكثير من الشراكة الاقتصادية أكثر مما حملته خلال الفترة الماضية. أنا أعتقد أن لذلك تم الوصول إلى تفاهمات وإلى توقيع اتفاقيات هي في النهاية هناك شيء ملموس الآن يستطيع الفرنسيين أن يراهنوا عليه حتى على المستوى الداخلي. يعني نتحدث بصراحة، هم يستخدمون على المستوى الداخلي السياسي يريد أن يستخدم هذه الاتفاقيات أيضا ليقنع ناخبيه، ليقنع في النهاية الشارع الفرنسي، وهو ما يمكن تحقيقه بعد ما تم اليوم. طيب، أعود إلى سؤال أخير إلى الدكتور حمدان الشهري من الرياض. في سؤال أخير باختصار، هل يعني هذه الزيارة ستحمل الكثير أيضا من الأمور المستقبلية في شتى المواضيع والاتفاقيات بين الرياض وبين باريس؟ نعم، لا شك كما ذكر الأخ سلمان أنه هذه المشاريع سواء كانت اقتصادية وفي الجانب الآخر سياسية هي مشروع لكلا الطرفين، لأنه دائما نعرف أنه ما يكون هناك مصالح بين البلدان، وهو ما يحرك في الواقع هذه الرغبات بين هذه البلدان، والاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة. فلذلك لا نشك، وخصوصا أنه هناك سيكون دعم عسكري سيتواصل وبشكل كبير ما بين المملكة العربية السعودية وما بين باريس، بالإضافة إلى أن هناك سيكون يعني تشغيل مفاعلات نووية، ونعلم تشغيل هذه المفاعلات يعني تم الاتفاق على 2 يعني صحيح سيستغرق وقت طويل ويتطلب نعم ويتطلب الكثير من الجهد ويتطلب الكثير من العمل وسنوات منها. وطبعا المواقف السياسية هي أيضا ستحدد كذلك نوع تطور العلاقات. فكل ما تقاربت هذه العلاقات ما بين السعودية وباريس، كل ما كان هناك مصالح مشتركة أكبر، وكل ما كان هناك يعني نوايا لتطوير العلاقات بشكل أكبر وأعمق، وأن تكون علاقات يعني تتخذ شكل فريد من نوعها، وخصوصا في ظل هذه يعني وضع أو صنع هذه خارطة يعني الشرق الأوسط الجديد التي تريد المملكة العربية السعودية أن لا تكون بعيدة عنها، وخصوصا بما يخدم أمنها ويخدم أمن الإقليم. نعم. شكرا جزيلا لك من الرياض الدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي على وجودك معنا. ومن باريس أيضا أشكر جزيل الشكر رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط أستاذ سلمان الدوسري. أستاذ سلمان، شكرا جزيلا أيضا على وجودك معنا في بانوراما.